تحياتي لكم. بعد الفيديو الأخير اللي نزلته عن شراء منزل بألمانيا واللي فرضنا فيه إنه المنزل حقه 400,000 وأنت أخذت القرض كلياته كامل من البنك، يعني أخذت من البنك 400,000، كانت نسبة الفوائد 3.5% وأنت عم تعمل أو عم تبلش بتيلينغ 1%. إجتني كتير أسئلة إنه أنا كيف بحسب التسنزن، كيف بحسب الفوائد وشو طريقة حسابه. بهذا الفيديو رح أوضح لك شو طريقة الحساب، خليك لتعرف شلون بتنحسب الفوائد وقديش انت عم تدفع من قيمة القرض اللي انت اخذته على مدار السنين اللي رح تقسط فيه القرض. فاذا فرضنا مثلا انك انت اخذت 400,000، الفائدة تبعهم 3.5%، فهنين ناخذ 400,000 نضرب 3.5% بيطلع معنا 14,000، وعم نعمل تيلينغ عم نبلش بالتقسيط 1% من قيمة المبلغ، يعني اللي هن 4,000 يورو. جمعا يكون أنا طلعت هلا 18,000 يورو سنويا، يعني إذا قسمتهم على 12 بيطلعوا 1,500 يورو. وهي ال 1,500 رح نخليها نحن قسط ثابت على مدار السنوات القادمة، يعني أنا رح أقول له للبنك إنه أنا بدي أدفع دائما 1,500 يورو شهريا، بدي بلش بدفعة 1,500 وقسط كامل المبلغ لينتهي على 1,500. بعد ما شفنا إنه 3.5% من 400,000 هن 14,000، فهي الفائدة اللي أنا رح أدفعها بالسنة الأولى للبنك، لا بس لأنه أعطاني 400,000. وشفنا إنه أول سنة طلع في 4,000 واللي هن 1% تقسيط، فأنا بكون عم بدفع بالسنة الأولى بس 4,000 من قيمة المبلغ. وافق البنك إنه أنا ضلي عم بدفع 1,500 على مدى السنوات القادمة. فشلون رح تنحسب كمان؟ كونه أنا دفعت بالسنة الأولى 4,000 يورو من قيمة الكريديت، فرح يروح البنك ويقول لي 400,000 ناقص 4,000 رح يزيد عنا 396,000 يورو. طيب هدول 396,000 يورو بناخدهم وبنرجع نضربهم ب 3.5%. الحالة لما بناخد 396,000 ونضربها ب 3.5% بيطلع معنا 13,860 يورو. هدول 13,860 بنقصهم أنا من 18,000 اللي هي عبارة عن 1,500 راح أدفع أنا بشكل دائم لمدة 12 شهر. فعندي أنا 18,000 ناقص 13,860، بكون أنا بهي الحالة دفعت بالسنة الثانية من قيمة الكريديت 4,140. ورد بنرجع من الأول، هدول 4,140 بنقصهم أنا بالسنة الثانية من 396,000. مشان هيك البنوك بتعطي دائما 10 سنوات تسينزبندونج أو 15 سنة تسينزبندونج، دائما بيعطوك بس فترة محددة، لأنه مثل ما أنت شايفين السوق عم يلعب، عم يطلع وينزل، وانت لازم تحسبها بعد 10 سنوات او 15 سنة قديش لازم يكون انا مسكر من المبلغ الاساسي، بغض النظر عن الفوائد اللي انا دفعتها. لانه بيجوز انت بعد 15 سنة يصح لك كريديت ارخص، او يصح لك كريديت اغلى، او انك تنجبر على كريديت اغلى بالاحرى. وبالحسبة هي تبعنا انا بكون دافع بعد 3 سنوات من شراء المنزل من قيمة المنزل بس 12,400 وكسور. هاي طريقة الحساب، بتمنى أكون وضحت لكم إياها بهذا الفيديو. وبرجع بقول لكل مين عم يهاجمني وعم يقول حلال وحرام، أنا مالي علاقة، لا عم حلل ولا عم حرك، ورأيي الشخصي بهذا الموضوع ما إلك علاقة فيه. يلي عجبه الفيديو يكتب لي رأيه بالتعليقات، احفظ الفيديو وشارك الفيديو مع كل مين عم ياخد كريديت، سواء كانت كبيرة ولا صغيرة. طريقة الحساب نفسها، سواء انت بدك تاخد كريديت تشتري سيارة ولا بدك تاخد كريديت تشتري بيت. بتمنى لكم جميعا توفيق، حسب انتو شو جاي على بالكم وشو حابين تعملوا وتبلشوا مشاريعكم. كان معكم فراس سيروان، تحياتي.